السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو انت اول مره تشوفي قناتي، انا ام جنى، ودي قناتي امهات ام جنى. بقدم روتينات تشجيعيه تشجعك تخلصي شغلتك. هاتي بقى الحاجه الحلوه اللي انت بتحبي تشربيها او تاكليها، واسمعي معايا الفيديو او شغلي الفيديو كده جنبك وانت بتعملي شغل بيتك. آم، اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، يكون مشجعكم كده والقناه لو عجباكم اشتركوا فيها طبعا. ما تنسوش تحطوا اللايك طبعا لو الفيديو عجبكم. روتين النهارده. بصوا بقى، انا صحيت من النوم على جوزي بيقول لي الدنيا بتمطر او بتندع، يعني حاجات بسيطه كده، فقومي بسرعه لمي الهدوم. لميت بقى الهدوم ونشرتها كده في الاوضه زي ما انتم شايفين، علشان تبتدي تنشف يعني. وبعد كده لقيت الجو هدي يعني كده والشمس بقت حلوه. فقلت بقى لا، يعني ما خلاص طمنت ان هي مش هتمطر ولا كده تاني. فقلت بقى انشر الغسيل ده الغسيل بقى اللي في السبت ده عايز يتنشر، ادينا نشرناه اهوت. وقلت بقى الشمس تطلع عليه كده وتنشفه حلو. واللي كان بقى اللي انا نشرته على الترابيزات دون كان خلاص نشف يعني، فعايز يتطبق. وهنغير بقى مع بعض مفرش السرير. انا عندي فرش المرتبه، الكفر بتاع المرتبه للاسف الاستيك بتاعه فك، فبقى بيتحرك بقى بيسيب السرير كده مع كل اي حد يطلع على السرير او يقعد عليه او كده. بقى بيتحرك وبياخد معاه المفرش كمان. فالموضوع ده بقى مضايقني شويه، فشفت فكره كده اللي هو ايه، يعني في ناس بقى بتجيب له مغناطيس، وناس بتضيقه بخيط، وناس بتعمل مش عارف ايه وحاجات كتير كده. فانا قلت ايه، اشبك فيه شويه دبابيس كده من تحت، يعني من الاربع اتجاهات دبابيس. تمام. فرفعت كده بقى المرتبه وظبطت الفرش زي ما المفروض يكون بالظبط يعني. وابتديت ان انا احط فيه دبابيس ابره كده على خفيف، بس تكون في المرتبه من تحت خالص، يعني مش مكان مثلا الولاد هيطلعوا فيه يتشكوا بقى، او في مكان فيه حركه يعني. هنا بقى جبت الدبابيس وابتديت ان انا ايه احطها في الاربع اتجاهات. عايزه اقول لكم كنت احطها ايوه في الزاويه كده، بس لقيت ان مثلا يعني المرتبه كده من الاول ومن الاخر عايزه برضو دبوس في النص. برضو نفس النظام في الاربع اتجاهات، يعني عايزه تبقى في نص السرير من قدام ومن ورا ومن الجناب الاتنين. عايزه دبابيس برضو بحيث ان هي ايه ما تتحركش، لان الاستك فك خالص وهي اصلا تحسيها كبيره وواسعه. فعملت بقى الدبابيس وقلت اطلع بقى اشيل الخشبه دي في فراغ سيكه كده بينها وبين السرير، يعني بين السرير والحيطه. بيوقع مثلا لو في معانا البنوته الصغيره بتوقع فيه مناديل، ممكن شويه تراب كده عايزين يتكنسوا. فقلت برضو ايه، كل فتره كده بشيلها انضفها لما يكون المكان محتاج تنظيف يعني. وقلت بقى اقعد اظبط الدبابيس اللي ناحيه السرير من ناحيه الحيطه يعني. تمام. انا بقى طبعا حطاها في اماكن ما فيهاش حركه، بحيث ان مثلا لو حد طلع نزل من على السرير ما تشكش، وفي نفس الوقت كمان مخليه سن الدبوس غارس في المرتبه، بحيث حتى لو حد اتحرك جنب الدبوس ما يتشكش. بس هي فكرة جميلة والله. هي حاجة لا بتكلف ولا بتاخد وقت ولا محتاجة مننا أي حاجة في الدنيا. هو دبوسين كده شكتهم ظبطوا المرتبة. في ناس بقى بتعمل كده كمان في المفرش، يعني لما تحط المفرش كده تقومي شكاه دبوسين شبكاه في الحاجة اللي تحته يعني، بحيث ان هو ما يتحركش. فدي فكرة جميلة الصراحة. أنا لقيتها نفعت معايا وفعلا. المرتبة الكفر بتاعها ما بقاش يتحرك. عارفين لما كان بيتحرك تحت المفرش كان بيعمل كسر كده تحت المفرش، بيكلكع تحت المفرش، فاللي هو حتى لو المفرش مفروش كويس اللي تحته مش مفروش تمام، فكان بيدي شكل كده تحت المفرش مش حلو. هنا بقى غيرنا المفرش. انا عندي اتنين من نفس الرسمه دي اللي انا لسه شايلاه، والمفرش ده كنت جايبه اتنين يعني لاوضه الاطفال وكده. انا من النوع لما باجي اجيب لاوضه الاطفال مفارش بجيبها كبيره برضو تنفع لاوضه النوم. تمام. فهنا بقى كده غيرت المفرش. بصوا بقى لما المرتبه اتظبطت، المفرش مظبوط ازاي على على المرتبه. انا حسيت ان هو بقى عامل شبه المسطره ومدي وسع للسرير كده، والحاجه مفروشه كويسه، مش هيبوظ بسهوله. هنا بقى لميت كل الحاجات اللي كانت طالعه من الحته اللي هي جنب السرير دي، المناديل والكلام ده، وشديت السرير كويس كمان عشان الزباله ما كانتش راضيه تطلع، يعني المقشه مش عارفه تعدي بين السرير والتسريحه. فشديت بقى السرير شده كويسه كده كمان، وقلت بقى اطلع بقى بالمقشه التراب اللي ايه الناعم. هنا بقى قلت اغير مفارش كمان المخدات. المفرش بيجي معاه كيس مخدة واحد، يعني انا جايبه معاه كيس مخده ومش فاكره كيس او اتنين خداديه الصراحه. غيرت هنا كيس المخده بتاعه وجبت المخده التانية اللي احنا حاطينها على الخشبه دي. كيس تاني يعني رسمه تانية من مفرش تاني. هنا بقى بحط المخده على الخشبه اللي هناك دي، علشان خاطر هي بتدي بقى وسع للسرير، وفي نفس الوقت ايه، يعني الخشبه مديها وسع والمخده دي بتحوش السقعه بقى،
يعني بتحوش السقعه اللي جايه من الحيطه وكده. لو حد بنوته مثلا صغيره هتنام معانا، السرير ما يبقاش ضيق، بيدي وسع يعني. هنا كده زقيت المرتبه بالسرير مكانهم تاني بعد ما طلعت التراب من الناحيه التانية، وقلت بقى اغير. بصوا المفرش بقى لما بيتوسخ بعمل ازاي، شوفوا المفروش اللي هو نظيف، يعني فرق كبير جدا بين الاتنين. بس يعني بصوا انا ما عنديش فكره برضو ان لازم اجيب المفرش زي بعضه وشكل بعضه والكلام ده، ولازم الخدادات والمخدات وكده. هو خلاص مخده وملايه، والخداديه بتاعتهم الخداديه مش متوسخه، بحيث ان انا يعني ايه مش شرط ان انا اغيرها ما دام هي مش متوسخه، عشان ما اقعدش اغسل في الفرش ويتهلك، لان في انواع قماش للاسف بتخرط فبتبهت معانا في الغسيل. فمش حابه ان ايه ان انا اقعد ابهدل في الحاجه، يعني ما دام هي نضيفه خلاص. فجبت برضو كيس مخده عادي اي لون مش مشكله للمخده التاني، المهم ان هي تكون نظيفه. انا عندي مادام الحاجه مش مبقعه ومش مقطوعه مش مهم الشكل عامل ازاي. تمام. وانتوا عارفين طبعا اصلا كل حاجه بتطلع يعني الموضه بتاعتها بيجي عليها وقت وتروح، فمش فارق معايا الشكل قد ما فارق ان الحاجه تكون نظيفه. والله يا ولاد انا بيبقى نفسي اجيب مفارش ساده، علشان يعني تدي شكل حلو كده للسرير وتكون كلها شبه بعضها. ومش عايزه اقول لكم بقى عايزه اجيبها ابيض، يعني في ناس بتجيب الارضيه كلها بيضه ويا دوبك فيها نقشه بسيطه كده. انا عايزه اقول لكم انا ممكن اجيبها غامق عادي بس تبقى ساده، بس انا خايفه عشان الولاد ما بيخلوش حاجه والبقع بتبان في الحي، يعني المنقوش ده الواحد يعني حتى لو اتبقع بيبقى ناره، يعني مش نارنا مش هتبرد لو احنا شفنا المفرش الساده فيه بقع قد كده هنتخانق وهنتضايق يعني. فالمفرش اللي هو المنقوش ده بيداري الدنيا شويه كده، وبيبقى ايه بحسه بينضف الصراحه يعني بيبقى حلو. نفسي اجيب ساده كده فاتح، واجيب حاجات حلوه، واجيب ابيضات، واجيب كده، بس العيال بقى حاكمني، والعيال اصلا بيقعدوا معايا اكتر الوقت في الاوضه. الاوضه ما دام فيها دفايه في الشتاء او تكييف في الصيف، يعني انا التكييف اللي عندي ده ساقع وسخن، فبيدفي في الشتاء وبيسقع في الصيف، فده بيعمل روح للاوضه. وخصوصا كمان لما يكون عندك تلفزيون فانت خلاص مش محتاجه حاجه تاني، لا عايزه تقعدي في صاله ولا عايزه تقعدي في اوضه تانية ولا الكلام ده. مع ان اوضتهم فيها سرير وكده، بس عشان خاطر برضو التكييف بيظبط الدنيا الصراحه شويه في الصيف وفي الشتاء كمان بيدفي. فاللي هو ملمومين كلنا في الاوضه دي، هم بيروحوا اوضتهم على النوم، فالهرس كله في الاوضه. كمان حته ان المنشر في الاوضه على الشباك على طول، ده مخلي برضو الدنيا مكركبه شويه بسبب موضوع الغسيل ده. انا عايزه اقول لكم انا عندي كل يوم غسيل. اللي على الحبل اللي انا لسه لماه ده دورتين اتنين في الغساله. دوره كان فرش الركنه وشيلته معاكم في السبت، اول ما حطيت السبت على طول شلت فرش الركنه على بعضه وطلعته على الصاله عشان هيتفرش على طول. وبعد كده في بقى هدوم، ابتديت بقى ان انا افرز الهدوم كده وانا واقفه على السريع، عشان احس ان ايه الهدوم بتخلص. ما ينفعش ان انا احطها كوم كده قدامي واقعد اطبق منه، مش هحس ان هي بتخلص. انا بحط هدوم كل حد لوحده، يعني هدوم جوزي لوحدها وهدومي لوحدها وهدوم جنى لوحدها وجودي لوحدها. فابتدي ان انا اطبق لكل واحد هدومه، هحس ان انا خلصت. انا شويه كده بص الاقي نفسي خلصت هدوم جودي، وبعد كده هدوم جنى، وبعد كده هدومي المفارش سراير والفوط ومش عارف ايه. الاقي نفسي حسيت ان انا عملت حاجه وانجزت بسرعه. لكن لو احط كوم كده على بعضه وابتدي اسحب منه هزهق. فاللي هو بجيب السبت جنبي واروح جايه مطبقه هدوم جودي كلها مره واحده، واخد السبت واروح بيه على اوضتها دولابها يعني، واروح احط لها هدومها وارجع اخد نفس النظام كده برضو. جنى حاجه جنى اطبقها لها واروح جايه مهديها لها برضو في دولابها. حاجه الخروج لوحدها، حاجه المدرسه لوحدها، حاجه البيت لوحده كده يعني، عشان تبقى حاجتها منظمه. وعندي بقى حاطه في ادراج التسريحه دي الشرابات، البندانات، مثلا لو هدوم داخليه او حاجات من دي بحطها في ادراج التسريحه تبقى بعيد عن الدواليب عشان ما تقعش، لان دي بتبقى حاجات صغيره ممكن تقع. وعامله رف كمان شماعات للطرح، الشماعات اللي بقى فيها دوريات كتيره قوي دي عاملاها للطرح. فخدت الطرح والخمره والحاجات دي عينتها على طول وانا واقفه. جمعتهم الاول برضو عملت لهم سطر كده لوحدهم، اللي هو كل ما يقابلني طرح اعينها، وحطيتهم في الشماعات. في نفس الوقت بصوا كل ما يقابلني شراب احط الفردتين في بعض، والبندانات والكلام ده اعينهم مع بعضهم، واروح جايه رايحه عينهم في الايه في الدروب بتاع التسريح. تمام. هنا كنت غاسله شنطه الحضانه ديت لجودي. والشنطه بما ان هي اصلا يعني من النوع اللي هي القماش او الفرو دي، فبتتوسخ كتير يعني مش زي الجلد، بس برضو بتنضف بسهوله. وزي ما انتم شايفين كده بتنضف بتبقى زي الفل. حطيت لها فيها الكراريس بتاعتها وظبطتها لها وعينتها لها، وعينت المصليه والمصاحف كده على جنب. هتلاقوا على المكتب هنا مفرشين 3 كده دفايه، انا عيناهم حطاهم جنب ايدي هنا على المكتب علشان هم ما لهمش مكان في الدولاب وهياخدوا مكان، وفي نفس الوقت هم يبقوا جنبي كل ما احب افرش منهم دفايه على السريع كده على السرير، ما اقعدش اقلب الدنيا. مش عايزه احطهم في رف يكون عالي عليا كل ما اجي اجيب المفرش كلها تقع فوقي.
هنا بقى حطيت في السبت ده كل الفوط التنشيف بتاع الوش وكده مع بعضها. وفي الوقت ده انا كنت بحط قمصان جوزي على الشماعات بتاعته وبطبق له الهدوم بتاعته في الضرفه على السريع كده وانا واقفه، لان لقيتهم يا دوبك 3 4 هدمات كده مش محتاجين ان انا اقعد بيهم على الارض وكده، وانا كده كده جنب ضرفه الدولاب بتاعته. فحطيت القمصين في الشماعه بسرعه ورحت مطبقه له الهدوم بتاعته، وقعدت بقى ان انا اطبق في الفوط اللي في السبت دي. على طول عملتها سطر طبعا بتتحط في الضرف اللي جنبها على طول. فخليتهم بقى على الارض، وابتديت ان انا احط هدوم جودي اللي انا بطبقها دي، طبقتها من هنا ورحت حطاها في السبت مكان الفوط. فضيت السبت يعني على الارض، وقلت بقى اشيل الهدوم بتاعتها. ترنجات بقى عملت لها ايه، كل ترنج مع بعضه، التيشيرت والبنطلون بتاعه فوق بعض، بحيث ان احنا لما نيجي نسحب ترنج نسحبه ايه مع بعضه. يعني هي لو حبت تلبس يعني حاجه وراحت الدولاب تعرف ايه تجيب مع بعضه يعني. اوقات مثلا بكون بره او كده في شغلي او في اي وقت وهم حبوا يغيروا ولا حاجه، فجانا تعرف ايه تسلك يعني، تلاقي التيشيرت مع البنطلون بتاعه. هنا بقى اهو قلت افضي السبت علشان احط ايوه هدومها، بحيث ان انا بصوا كده خلاص انا كده خلصت هدومها. مسافه ما عملتهم انا كده خلاص حسيت ان انا خلصت من حاجه اتركنت. مش هحط بقى سطر كبير قدامي واقعد اسحب منه بقى وكل شويه اسحب هدمه من بتاع حد شكل. لا هو كده خلاص انا كده سحبت كل هدومها كده السبت خلص. فقلت بقى ان انا ايه اطبقه. هنا حسيت الفوطه ديت مبلوله من مكان المطره لسه ما نشفتش، فقلت لجانا انشريها برضو تتهوى يعني. وابتديت بقى ان انا اطبق الباقيين اعملهم زي سطر كده برضو، ويتحط في الدولاب بقى على طول مره واحده. اول ما ايه ما اقوم كده وانا بشيل هدوم جودي هشيل الايه الفوط دي مع بعضها. وتكون خلاص بقى كده خلصتها كده، مفضلش غير هدوم جانا. هدومي انا كانت قليله جدا. حطيتها في الدولاب على طول. هي تقريبا ما فيش ليا هدوم في الغسيل غير غير جلابيه كده هوريها لكم دلوقتي. هي في وسط هدوم جانا اللي هي لونها اللون المستردة اللي في الهدوم اللي قدامي دي. ودي كان دولابي جنبها على طول، فرحت جايه حاطه الجلابيه دي على طول في الدولاب. وبقت شغل بقى هدوم جانا، فقلت اروح افضي السبت علشان اعرف احط فيه الهدوم كمان انقلها، لان هم دولابهم في اوضتهم، فمش هقعد اشيل بقى الهدوم سطر على ايديا، لا بحطهم في السبت. وبعد كده بروح جايه بقى شايلاهم ورايحه بيهم على الاوضه رصهم في الدولاب كده بالراحه. تمام. حتى لو انا ما عنديش وقت او كسلت ان انا ارصهم في الدولاب ولا حاجه، فبيبقوا خلاص اتطبقوا بقى موجودين في مكان محافظ عليهم، يعني زي الثبت كده محافظ عليهم، مش هيجرى لهم اي حاجه لحد ما فوق لهم. تمام. هنا كده ابتديت بقى ان انا اظبط التيشيرتات الشتوي بتاعتها كلها. عايزه اقول لكم الهدوم الشتوي دي بتاخد مكان كبير قوي في الدولاب. يعني مش زي الصيفي كلها بتتجمع كده، ما بتملاش نص الدولاب. الشتوي ده منفوش بطريقه وبياخد وقت في التنشيف على الحبل، ولما الدنيا بتمطر الشتاء يعني الله يكون في عون الناس اللي ما عندهمش حاجه تحميهم من البرد بجد. يعني في ناس الشتاء بيستمتعوا بالشتاء ده جدا، لكن في ناس هو بدايه عذاب بالنسبه لهم. الله يكون في عونهم صراحه، لان هم ما بيبقاش عندهم حاجه تسترهم من برد الشتاء. يمكن احنا عندنا الحمد لله 4 حيطان وسقف، وعندنا هدوم تدفينا، وعندنا وناخد ولادنا في حضننا، وعندنا دفايات او ما عندناش، بس على الاقل في 4 حيطان وسقف يعني حايشين عننا المطره والبرد والبهدله. في ناس في الشوارع في ناس بيوتها المطره بتبهدلها، فالحمد لله على النعمه اللي احنا فيها. هنا كده كنت خلاص خلصت هدوم جنى. طبقتها لها كلها، الدرسات والعبايات البيتي والتيشيرتات كمان والحاجات الخروج والحاجات المدرسه. واللي على رجلي بقى دي الجلابيه بتاعتي او عبايه بيتي، يعني انا بلبسها في البيت، فما عنديش في الغسيل كله الا اللي هي دي بتاعتي انا وشويه الطرح. ده لان انا هدومي اول باول بحطها في الغساله، ما بستناش عليها يعني. الولاد بقى طبعا بيغيروا كتير، وهم رايحين الدروس وهم رايحين الحضانات والمدرسه. وهم قاعدين في البيت بيبهدلوا في هدومهم كتير قوي، يعني قصاد ان احنا نوسخ مثلا جلابيه ولا اتنين يكونوا هم وسخوا كام طقم وكام شراب وكام طرحه وكام هدوم كتير قوي، ورايحين جايين بقى برضه بيبهدلوا في الفوط. من الفوطه اللي بينشفوا بيها ما بينشفوش بيها تاني. هنا بقى قلت اكنس الاوضه كنس على السريع. بصوا هي الاوضه ما طلعتش زباله كتير، بس الحته اللي جنب السرير كانت مطلعه تراب، فكانت لازم تتنضف. عايزين بقى نعمل روتين كده في بلبطه كده قبل ما الجو يمطر تاني والجو يسقع علينا اكتر من كده. عايزين نغسل الحافظه دي، نحسها خلاص الابيض بتاعها ابتدى يتوسخ قوي وابتدى يبان فيها يعني. فعايزين نغسلها مع بعضنا كده ان شاء الله في فيديو.
انا بحب جدا والله غسيل السجاد وغسيل الحفاظات والحاجات دي، من ساعه ما عملت شويه تجديدات في الشقه، والحمام بتاعي اللي هو بتاع الضيوف بقى واسع وكده يستحمل الغسيل. انا كنت الحاجات دي ما بعرفش اغسلها، المكان كمان عندي ضيق جدا، لان حمام الشقه كان الحمام الصغير اللي هو في الاوضه اللي انا عملتها دلوقتي ماستر روم، اوضه بحمام كده، كان ده حمام الشقه كلها، وحمام الكبير ده كان مطبخ. فانا عملت ايه، انا عملت الحمام الصغير ده دخلته جوه الاوضه، اوضه النوم فتحت له من جوه الاوضه، فبقى تبعها وقفلت من بره، وعملت المطبخ ده حمام للضيوف، وبنيت مطبخ في الصاله. اللي ما يعرفش شكل الشقه يدخل كده يشوف في الفيديوهات، هيلاقي المطبخ كبير ما شاء الله، والحمام برضو، فالحمام بقى يساع ان انا اغسل سجاد مشيات حاجات من دي. ما ينفعش يعني، خلاص بقى دلوقتي احنا كانت حجتنا ان الحمام صغير عشان نوديها المغسله والكلام ده، بس دلوقتي خلاص المساحه قدامنا كبيره ان احنا نقدر نغسل الحاجات دي في البيت. ربنا بس يدينا الصحة ويقوينا كده، وما يبقاش فيه حجة تانية. يعني حجة ان احنا مش فيش مكان او مش فاضيين دي سهلة، لكن حتة إن لا قدر الله حد تعبان او كده بتبقى رخمة شوية. هنا كده كنت نضفت برضو الطقطوقة دي، وحطيت عليها دوبك شنطة العلاج بس. وبالليل وبحط على الريموتات بقى، وما باجي بالليل بجيب شوية مية كده جنبنا واحنا نايمين. ولميت بقى كده الزبالة. ان شاء الله هنعمل بقى روتين حلو قوي كده في تنظيف الحمام ده مع بعض. آم، انا بس مش عايزه الفيديو يطول عليكم، لان النهارده بقى يعني قلنا نطبق الغسيل مع بعض، وعملنا حاجات كده مش بتظهر في كل فيديو. الارض كمان ما شاء الله لقيتها نظيفه مش محتاجه مسح برضو. يعني الارض كمان عشان السيراميك فاتح، كمان لما بيكون نظيف لما بيتكنس بيلمع كده، بلاقيه بحسه نظيف وكويس، مش محتاج خلاص، ما دام هو مش متبقع ومش محتاج مسح، فخلاص كده بيبان عليه. هنا بقى عايزه اقول لكم الجاروف ده غلبني بطريقه، كل ما اشد الزباله اجي ارفع الجاروف الاقيها تحته، يعني حاسه في فرق بين الجاروف والارض. الجاروف في مساحه بينه وبين السيراميك بتدخل فيها التراب، جنني الصراحه، قعدت الم فيه كتير قوي لحد ما زهقني. بس في الاخر تنيت بص، هو لو بتك عليه اللي هو ايه يا عم انت فين. بس كده كنت خلاص خلصت كنز. حاولت ان الم على قد ما اقدر، في الاخر اخر ما زهقت بقى رحت جايه واخده ايه بالمقشه كده على السريع، عدت بالمقشه. قلت لو في حاجه خفيفه هيكون هنا ايه بقى ورا الباب. انا بقى بيني وبينكم انا بعمل الحركه دي، قلت لي مش هيجيبوا المقشه هتجيبوا المساحه، بس اصلا بصيت على الاوضه لقيتها مش محتاجه ان هي تتمسح. لقيتها نظيفه وكويسه، لان احنا اصلا احنا بننضفها على طول، وانا عامله لكم فيها كذا روتين مع بعض في كذا يوم ورا بعض، يعني مش هاملينها ولا سايبينها، هو بس شويه الكركبه اللي فيها مفرش السر عايز يتغير، وشويه الغسيل طبقوا، الاوضه بقت زي الفل. هنفرش بقى الحافظه. هنا كده رحت اودي بقى الجاروف، انا كده رميت الزباله في الباسكت اللي جوه، قلت اللي هنا يعني في الاوضه، ورحت اودي بقى الجاروف بالمقشه بتاعته عندهم، وقلت نفرش بقى مع بعض. يعني والله الارض بتلمع فعلا مش محتاجه، واحنا كنا ملمعين الخشب مع بعض، وغاسلين برضو الحيطان والشبابيك، ومش مخلين اي حاجه، وملمعين الدولاب وكل حاجه. هو اللي حاسه عايز يتنضف، بس الحافظه شويه حسيتها اتبهدلت خلاص، الابيض بتاعها ابتدى يبان فيه البهدله، فعايزه انضفها كده تنظيفه حلوه. نغسلها بقى عشان تقعد معانا شويه حلوين كده في الشتاء. انا اصلا لما بنيجي نقعد عليها بنفرش فرشه الاكل، مفرش كده بفرشه على الارض لما بنيجي ناكل، او العيال بيقعدوا يهرسوا براحتهم عشان ما تتوسخش برضو الحاجه، نحافظ عليها يعني. هنا كنت مشغله مسلسل سابع جار بقى، وقاعده مروقه على حالي، وخلصت كده رشيت بيرسول في الاوضه، مش هقول معطر بيرسول عشان كان فيها ناموس، فقلت بقى رشيتها وقفلتها وطفيت النور وسبتها. هنا بقى ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لي اللايك، واتمنى اكون خفيفه على قلوبكم، تستنوا فيديوهاتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.